بسم الله. أهلا بحضراتكم. مطبخ عادي جدا، مفيهوش أي حاجة جديدة غير إن هو جرانيت مصري، جرانيت اسمه أمون 290. مش لازم تكون على حتة واحدة، ده رأيي الشخصي يعني. الفكرة كلها إن المطبخ ده كان يوم 5/9، وده يوم طبعا المقربين مني عارفينه جدا وعارفين ايه اللي حصل فيه. غير ان انا اتولدت يعني. كان في واقعة كده من 3 شهور. الحمد لله. ما اعرفش الكاميرا عملت كده ليه، ممكن عشان قربت او عشان الاضاءة ما كانتش مظبوطة. الفكرة كلها الخامة، عشان نخش في الموضوع. محمد اخويا وصاحبي ابو الحمال بيقول لي انت بترغي. انا بحب الرغي يا جماعة يعني. انا راجل صنايعي بس بحب الكلام وبحب افيد الناس يعني. مش لازم، مش كل الشغل شغل يعني يا عم محمد، سهلة يعني سهل. المهم الرخامة دي برضه عشان نبقى بنتكلم والناس برضه تستفيد من المحتوى النوعي اللي انا بقدمه. الجرانيت المصري ما يفرقش اي حاجة خالص عن الجرانيت المستورد، بل في اوقات بيكون اشد وانشف. بس هي الفكرة في لونه بيبقى تقليدي، واي حد يكلمني عارف الكلام اللي انا قلته ده، يبقى انا كده ايه بقوله في العام يعني مش في الخاص بس. الجرانيت المصري بيكون انشف بس لونه بيبقى شعبي وتقليدي، ودي مش ناس كتير بتحبها يعني. الجرانيت اللي اسمه امون ده بيبقى فيه شكل الفرسان، ويا ريت ما تنخدعوش فيه ان هو يتباع لكم على انه فرسان. لا، الفرسان بيبقى اغلى شويه عشان بيبقى تقريبا لونه موحد اكتر شويه. عملت اللحام. اللحام ده بفضل الله يعني في الاخر خلاص بيبقى مش باين قوي، وعادي جدا انه يبقى باين يعني تحتيه كله ومش بيفك مع الصنايعي الماهر يعني. فتحة الخلاط مش من الصح انها تبقى ورا الحوض لما تكون التغذية شجرة يعني تغذية المية، مش خلاط في الحيطة. واي صنايعي سباك بيعمل خلاط مش في الحيطة بيبقى صنايعي مش مظبوط بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو صنايعي مش عايز يقيس مقاسات ويخلي الخلاط في الحيطة اسهل للست، لان دلوقتي الخلاط لما بيركب اعطاله تبقى قليلة. هبقى اتكلم في موضوع الخلاطات دي بعدين، خلينا في الرخام. دلوقتي الجرانيت ده راكب، التفريغه وقعت. عادي جدا ان التفريغه تقع وتدشدش وتتدغدغ. ده تقريبا الشكل النهائي بعد ما خلصت. انا بصور من تحت عشان الناس تشوف. وعلى فكره برضو الجرانيت ده الحمد لله جبتها نظيفه من غير ما احط عليها اي حاجه، برضو ما بحطش حاجه على حاجه في الوش. هنا بوري حضراتكم ان حته على حته واحده اكنها على حته واحده، مع ان في لحام. بالتصوير اللي انا حطيته وزره، وما جيت اوزن وش المطبخ خليته حته واحده زي كده ما بيقول. مش معنى ان هم على حتتين يبقى في حته اعلى من حته وحته طالعه وحته نازله، والوزره باينه يعني الوزره اللي راكبه على الحيطه باينه. الفكره كلها ان المطبخ الحمد لله ركبته مجهود فردي بس الحمد لله يعني تمام. الكابولي راكب للارض، عملت فتحات للحاجات اللي عايزه تعدي، عملت المظبوط يعني. الفكره كلها ان المطبخ ده كان ليه واقع كده بالنسبه لي، وكنت فعلا عايز اصوره، لانه اتعمل يوم 5/6، يوم 5/9 مش 5/6. الحمد لله على كل حال. ويكفي ان الواحد مع مرور الوقت بيتعرف ان الناس فعلا مش كل اللي بيقولوه بيبقى صادق، مش كل يعني الواحد يبقى واعي شوية بس مش اكتر، عشان الناس بس تستفاد من الفيديو مش في الرخام بس. نحاول نحلل كل كلمة بتتقال بيبقى الغرض منها ايه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.